خلاص ماشي، وبعدين عارفة كل ده. انا بسأل سؤال دلوقتي، احساسك ماشي، ما احساسي ده حلو في وقتها، بس خلاص يعني. طب نقفل الموضوع. عايز اسأل سؤال تاني بطريقة تانية من غير القفشات بتاعتك. تخيل دخل سبق وقدامه فرصة بتشبه لك كده، وهو عايز بها سباق قوي جدا، يراودها بالسياسة والحنية ولا بشد اللجام والسيطرة؟ لا، الحنية طبعا. طب ما انا بجيب الحنية واحدة واحدة عليا، مش عايزة تسيبيني اكمل. في ايه انا لسه صاحية ومش فايقة، وانت داخل سخن كده على طول، في ايه؟ طيب على ايه ده؟ فوايا وانا معاك. لا، ما دي حاجة بتيجي على حسب ما انا عايزة، زي ما مزاجي يطلب. مش خلاص عشان هفوق هتيجي لوحدها، لا، ممكن تيجي وممكن لا. ما انا متأكد ان هي هتيجي طالما بين ايدي وبعتيجي. خلاص لما تيجي هقولك. ما انا هجيبها. هي لازم تيجي لوحدها. طب انا اقول لك على حاجة. انا اقول لك على واحد بيحب واحد مقرب منها، خلي كف ايده ده سامعني كده، وانا بتعمل لي ميوت ليه؟ من غير ما تفصلينا. لا ثواني بس، عشان اشدك بالعافية، عشان اطلعك، عشان تقولي لي في قلبك. لا بجد، طب انا همس. طب انزلي انت بتهددي. لا يما 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 يما. الكتم بتاعي دايما، فك الكتم ده. انت منين؟ وفك الكتم. طب انت منين؟ بفك الكتم. هفك واعتبريه. انت ليك عين تتكلم معاها، ليك عين.